الخارجية الإسرائيلية مدواتش على قافلة الصمود ودوات على السفينة ديال مادلين الأجنبية اللي دخلات باش تدخل لغزة واعتقلوهم وشي هجروش يعتقلوه. تماك تعرف الخطة الأمريكية، صيفطوا هذوك العبيد المرتزقة باش يدخلوا لمصر ويحلوا لهم كاع الحدود ديال معبر رفح، ويخرجوا دوك الغزاويين من فلسطين يخرجوا يهربوا، ماشي يهربوا خوفا من الضربات والمجاعة. مساكن الله يكون في العون، سنوات ومجوع عنده فقر الدم، الله يكون في العون. ماشي باع الوطن ديالو ولا الارض ديالو، راه لا تكون في بلاصتو تجرب داك الظروف، راه انت براسك تهرب تولي باغي تاكل باغي تشرب. ماشي كلشي عنده الايمان ديال موسى وقوم موسى. امريكان عرضات على السيسي انه تشريه بالفلوس باش يدخل الفلسطينيين عنده لسيناء ورفض. لقاو لهم هاد الطريقه، هاد القافله ديال الصمود باش تدخلوا ودير البلباله ويحلوا الحدود. اسرائيل تحل الحدود ويخرجوا دوك الغزاويين وتجي اسرائيل وتسد الباب وتصلح غزه مزيانه وترجعها في اي بي وتولي بحال تل ابيب. هذه خطه بارده بلا ما يعطيو لا فلوس لا والو. جمع شويه من الجزائر وشويه من ليبيا وشويه من تونس وخليهم يدوزوا، ما تهضر ما والو، ما تهضر ما والو، وخليهم. اسرائيل ما تدويش معاك، سير 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 سير. راه كاين شي ماتش كيهز شي لاعب الدرابو ديال فلسطين كيعيطوا على الدوله ديالو ما خصوش يدير، كيف ما طرا مع اليميق في قطر ملي هز الدرابو ديال في قطر، هز الدرابو ديال فلسطين عيطوا عليهم من اسرائيل المغرب ولا ما خصوش يدير بحال موكاك وعندنا علاقات وعندنا كذا. وقافله على قده فيها الالاف المؤلفه وما دوا التحد وما هضر التحد وما تكلم التحد وغاديين بلاد ببلاد حتى واحد ما منعهم. ما خافوش يكونوا فيهم ارهابيين، ما خافوش يكون عندهم شي واحد السلاح، ولكن لا علاش غيخافوا ملي صانعينهم بسميه ديالهم؟ علاش يخافوا؟ ودخلوهم حتى لمصر باش يدخلوا للقطاع ويخرجوا منهم هذوك الغزاويين ويسدوا الباب ويبنيوها هما ويقادوها بلا ما يعطي ترامب حتى شي حاجه للسيسي. فابور طريقه زويونه. والعرب كيقولوا واه كاينين رجال هادو، واه ناري داروا اللي ما داروش الرؤساء والحكام. خصك تخدم دماغك يا صاحبي، راه السياسه